عملنا الفول في الحلة بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا. جربوها يا رب تعجبكم. وهنحط عليه الزيت والطحينة. شايفين بقى الجمال بقى والحلاوة؟ ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ احلى فول. شايفين لونه جميل ازاي وفاتح، ولونه جميل جدا ومحمر وجميل جدا ان شاء الله. جربوه بنفس الطريقة هيطلع معاكم جميل جدا. والباقي هنحطه في اكياس ونحطه في الفريزر بطريقة جميلة جدا وسهلة. عملنا الفول بقى عندك الفول جاهز. ممكن في اي وقت بتطلعي كيس الفول وبتسيبيه يبرد. وبعد كده بتجهزيه بيبقى جميل جدا ولونه ما بيتغيرش. اعمليه بنفس الطريقة. يلا بينا على المطبخ نشوف طريقة الفول الجميلة دي اتعملت ازاي. وقبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من قناة وصفات المطبخ. احلى فول في رمضان كل سنة وانتم طيبين. تسحروا بيه احسن ما تشتروه من بره. انت عارفة طريقته وعارفة نظافته بطريقة جميلة جدا وسهلة. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يلا بينا على المطبخ نشوف فول الحلة اتعمل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة هندمس مع بعض الفول بطريقة جميلة جدا. هندمسه في الحلة. انا عملته معاكم قبل كده كتير. ان شاء الله النهاردة هعمله لكم بطريقة جميلة جدا ومختلفة وسهلة وهيستوي معاكي بسرعة ان شاء الله. هنا معايا كيلو فول. انا جايبة الحباية الكبيرة كمان الفتحة علشان بتبقى طعمها حلو وبتخلي الفول فاتح. ومعانا هنا 100 جرام فول مدشوش. ومعايا جزرتين متقطعين. ومعايا طماطمتين. الجزر والبصل والثوم هنضربهم مع بعض في الكبة. وهنا معايا بصلتين ومعايا 5 فصوص ثوم. الطماطم هنحطها زي ما هي في الحلة. وهنا معايا 3 معالق كبار عدس اصفر. ومعايا معلقة كمون كبيرة ورق لوري. دلوقتي اول حاجة اول خطوة هنعملها هنحط مية سخنة على الفول لمدة ساعة. دي اهم خطوة علشان الفول يطرى معايا وما ياخدش سوا ان شاء الله. اول حاجة هنحط المية المغلية. دي اهم خطوة وهنسيبه لمدة ساعة لغاية اما الفولة تنفش معايا وتطرى. وبعد كده ابتدي اسويه ان شاء الله. ودلوقتي هضرب الجزر مع البصل مع الثوم في الكبة هفرمهم كويس. وزي ما قلت لحضراتكم هسيب الطماطم زي ما هي هحطها على الفول من فوق. مش هضربها مع الجزر ولا البصل. يلا بينا نفرم الجزر والبصل والثوم. يلا بينا. ودلوقتي هحط الجزر كده تمام. وهحط البصل والثوم. وهفرمهم كويس واخليها ناعمة علشان ما تبقاش باينة في الفول. ودلوقتي وكده فرمنا البصل مع الثوم مع الجزر. شايفين كده يبقى ناعم
علشان ما يبانش في الفول. ما كتريش البصل عشان ما يغيرش طعم الفول كده. تمام. ودلوقتي هحط ميه على البوتاجاز. اول ما تغلي يكون الفول ابتدى ان هو يطرى معايا. شايفين ابتدى ان هو يشرب الميه بتاعته وابتدى ان هو ينفش. شايفين؟ هسيبه لغايه لما كمان يطرى كمان شويه وينفش اكتر والحبايه تبقى كبيره شويه. ودلوقتي هحط ميه على البوتاجاز. يلا بينا. ودلوقتي حطيت حلة على البوتاجاز فيها مية سخنة. اهم حاجة المية تكون سخنة جدا قبل ما تحطي الفول. وهنا الفول شرب المية معايا. شايفين؟ ودلوقتي هغسله واصفيه من المية وهحطه في الحلة وهحط باقي المكونات بتاعتي. ودلوقتي صفيت الفول، غسلته وصفيته كويس. شايفين نفش ازاي وطري بقى جميل جدا. ودلوقتي هحطه في المية. اهم حاجة تكون سخنة، دي اهم خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط البصل والجزر والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. وهحط الفول المدشوش. كده تمام. وهحط كمان اخر حاجة هحط 5 معالق العدس الاصفر ومعلقة الكمون والورق اللوري. هحط 5 معالق العدس الاصفر وهحط معلقة الكمون والورق اللوري تدي طعم منتهى الجمال. وكمان هحط الطماطم. شايفين انا مقطعاها 4 وسايباها سليمة من تحت. احطها كده وهبتدي ان انا اعلي النار عليها واسيبها تغلي. واول ما تبتدي تغلي ابتدي اهدي النار. هقلبها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي خطوة بقى مهمة جدا هقول لكم عليها اول ما يخش في السوا. اهم حاجة ما تقلبيش الفول خالص وتسيبي الغطا موارب كده. دي اهم حاجة علشان ما يفرش منك. واسيبه بقى يعني لمدة 3 ساعات. كل ساعة ابتدي اشوف المية نقصت، المية كويسة كده. اهم حاجة ما اقلبوش خالص، اسيبه كده لغاية ما يستوي مع نفسه. وقبل ما يخش في السوا ابتدي ان انا اقلبه. وهقول لكم على المعلقة الخطيرة بتاعة الفول اللي بتخليه لونه احمر وجميل جدا زي المحلات وزي المطاعم. خليكم معايا. ودلوقتي الفول استوى ما شاء الله. انا طبعا مهديه عليه النار. شايفين لونه ما شاء الله؟ شايفين عامل ازاي؟ عجمية ما شاء الله. والفولة زي ما هي بس طبعا عاملة زي الزبدة. ودلوقتي هقول لكم على المعلقة الخطيرة اللي بتخليه لونه احمر وجميل جدا. هو شايفين لونه فاتح ازاي وجميل مش غامق. ودلوقتي
هقول لكم على المعلقة اللي بتخلي لون الفول احمر وجميل جدا ان شاء الله. دلوقتي هحط معلقة صلصة في طبق، وهحط عليها معلقة مية دافية، وهدوبها كويس في المية الدافية. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهي، هقلبها كويس لغاية لما تذوب اهو. ودلوقتي هحطها على الفول، بتخلي لون الفول احمر وجميل جدا ان شاء الله. وهقلب، شايفين ما شاء الله ادتني لون جميل جدا، وشايفين الكمية ما شاء الله زادت وبقت جميلة جدا ما شاء الله. ودلوقتي هطفي عليه البوتاجاز، وبعد كده هسيبه لما يبرد وهحطه في اكياس. اهم حاجة ما تحطيش الفول في اكياس وهو سخن علشان لونه ما يتغيرش وما يسودش معاكي. شايفين لونه جميل ازاي، حلو جدا، وريحته بقى بجد في منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله هيطلع معاكم احلى فول مدمس في الحلة باذن الله. ودلوقتي هسيبه يبرد، بعد كده هحطه في اكياس واوريه لحضراتكم. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله ايه الجمال وايه الحلاوة دي. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة ما شاء الله. الفول جميل جدا وحلو جدا. تحطي عليه بقى طحينة وزيت وليمون وملح بقى وكمون وبألف هنا ما شاء الله بجد. الريحة والطعم في منتهى الجمال. ودلوقتي هسيب الفول لما يبرد، ابتدي احطه في اكياس. وما تحطيش الفول في اكياس وهو سخن علشان لونه ما يتغيرش. وهشيل بقى ورقة اللوري ملهاش لازمة، خلاص هي ادتنا الريحة والنكهة اللي احنا عايزينها ما شاء الله بجد. احلى فول حلة. جربوه بنفس الطريقة وهيطلع معاكم جميل جدا بإذن الله. شايفين بقى الجمال بقى والحلاوة، ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده. احلى فول. شايفين لونه جميل ازاي وفاتح، ولونه جميل جدا ومحمر وجميل جدا ان شاء الله. جربوه بنفس الطريقة هيطلع معاكم جميل جدا. والباقي هنحطه في اكياس ونحطه في الفريزر بطريقة جميلة جدا وسهلة. عملنا الفول ممكن في اي وقت بتطلعي كيس الفول وبتسيبيه يبرد، وبعد كده بتجهزيه بيبقى جميل جدا ولونه ما بيتغيرش. اعمليه بنفس الطريقة. ودلوقتي حطينا الفول في اكياس. شايفين ما شاء الله الكيلو عمل لنا كمية كبيرة وجميلة جدا ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من قناة وصفات المطبخ. احلى فول بطريقة الحلة بطريقة جميلة جدا. وتكاية صغيرة بتحطي معلقة صلصة في مية دافية وبتقلبيها وبتحطيها على الفول وبتسيبيه يغلي غلوة. وبعد كده
بتدفي عليه وبتسيبيه لما يبرد، وبعد كده تحطيه في اكياس، بيديكي احلى فول. شايفين ما شاء الله الكمية جميلة جدا، والفولة بوحدتها جميلة جدا وكمان طري. شايفين ما شاء الله، ولونه احمر وجميل جدا زي المحلات وكمان احلى. جربوه ان شاء الله هيعجبكم يا حبايبي. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. احلى فول على السحور، يا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. رمضان كريم